السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. احدد اخش الكلية بناء على شغفي او انا بحب ايه، ولا بناء على ايه اللي ماشي في سوق العمل؟ طيب بص، هو generally speaking في تقسيمة احسن من كده بكتير تساعدك. انت لما تحب تخش كلية لازم تفكر في 4 حاجات. تمام؟ انت شغلك بشكل عام ليه 4 حاجات لازم تفكر فيهم، اللي هم اول حاجة: الفلوس جوه بلدك في الشغلانة دي عاملة ازاي؟ ده رقم واحد. تاني حاجة: لو حبيت تسافر الشغلانة دي هتساعدك تسافر ولا لأ؟ تالت حاجة: انت وانت بتعمل الحاجة دي يعني satisfied؟ يعني ما ينفعش تختار شغلانة انت حرفيا هتبقى كاره نفسك وانت بتعملها. تمام؟ ده يعني لازم تعمل حاجة انت هتقعد اي شغلانة في الدنيا هتقعد ساعات كتير بتعملها، فلازم تعمل حاجة مش هقولك تبقى طاير من السعادة، لكن على الاقل satisfied وراضي ومرتاح وانت بتعملها. و the last thing خالص، اسمه ايه ده يا ربي، السوشيال ستاتس او المكانة الاجتماعية، لو الحاجة دي بتفرق معاك. وده اللي احنا هنقوله دلوقتي. فلو المكانة الاجتماعية بتفرق معاك، يعني مثلا يتقال لك انك دكتور او مهندس وحاسس ان ده هيفرق معاك، بحط ده برضو في الحسبان. اللي انت هتعمله دلوقتي حاجة: هتجيب الكلية اللي انت بتفكر تخشها عشان سوق العمل. let's say مثلا لو انت عايز تبقى دكتور او مهندس عشان بس سوق العمل، زي والحاجة اللي انت بتحبها او اللي عندك شغف فيها، ورتب ال4 بوينتس دول على حسب اهم حاجة ليك. يعني في واحد اهم حاجة بالنسبة له ان هو عايز يسافر في اسرع وقت ممكن، فده لازم اول حاجة في اولوياته تبقى السفر. في واحد تاني لا، انا سواء، يعني اسأل نفسك بامانة انت ايه اللي فارق معاك. في واحد اهم حاجة بالنسبة له عايز اكون ساتيسفايد وانا بعمل الحاجة دي. يعني انا اعرف كل حاجة سبحان الله هتلاقيها، انا اعرف ناس بتشتغل شغلانات هي مش بتحبها بس ساعدتها تسافر مثلا لان هو عايز يسافر فمرتاح. اعرف ناس تانية والله مهما عملت، تمام ان شاء الله قلت له يعني بص هديك بكره يعني هتشتغل ب1,000,000 جنيه، مش هيرضى طالما هو مش ساتيسفايد بالشغلانه نفسها او مش مبسوط وهو بيعملها. فانت رتب ال4 حاجات دول بالنسبه للكليه اللي انت عايز تخشها، سواء اللي هتوصلك لشغفك او العمليه، وشوف انهي منهم كباكج بالنسبه لك احسن. تمام؟ المهم في كل الحالات انك انت تكون راضي بالفاينل ديسيجن، ده واحد. اتنين بقى، ودي بنفس الاهمية: اسأل نفسك لو اقدر اكومباين الاتنين ولا لا. يعني انا اكلمك عن تجربتي الشخصية، انا من الاول كان لي نفسي اخش حاجة ادبية، حاجة عشان ادرس انجلش في الاخر. this was my dream since I was يعني let's say في grade 10 ولا حاجة. ولكن حسيت ان overall medicine كباكج كويس، فقلت لنفسي طب ليه ما اعملش الاتنين، ليه ما اخشش medicine وهضحي شويه من البروجرس بتاعي في ميديسن قصاد ان انا اعمل الحاجه التانية اللي بحبها برضو في نفس الوقت اللي هي التيتشنج. فاسال نفسك هل اقدر كومباين الاتنين ولا لازم اختار واحده. لو هتقدر تكومباين الاتنين طبعا خير وبركه، مش هتقدر تكومباين الاتنين يبقى اعمل المقارنه اللي انا قلت لك عليها دي، الكومباريزن ده، and decide which of them fits you better. يعني ده كده كجنرال overview. I hope ان انا اكون ساعدتك تاخد your decision and I'll see you next time ان شاء الله. السلام عليكم.